قصتنا اليوم يا جماعة راح نتكلم فيها عن أبشع الجرائم اللي حصلت عندنا هنا في السعودية في منطقة صفوة التابعة للقطيف. حصلت الجريمة هذه يا جماعة في أحد مزارع صفوة، لدرجة أنه سموا المزرعة هذه مزرعة الموت. المهم يا جماعة أنه يوم من الأيام كانت المزرعة هذه يعني معروضة للأجار الشهري. جاء واحد يوم من الأيام من أهل المنطقة شاف المزرعة أعجبته واستأجرها. مع الوقت قرر أنه يشتري المزرعة هذه من المؤجر. بعد ما اشتراها بدأ يهتم فيها ويضبطها وبدأ يسوي لها يعني الله يكرمكم زي مجرى المجاري. حفر عشان يمد أنابيب المجاري من تحت المزرعة. لكن يا جماعة الغريب وهو قاعد يحفر لقي جثة. وقف الحفر على طول وراح بلغ رجال الأمن. حضروا الأدلة الجنائية والطب الشرعي للمزرعة ويبغون يعرفون من متى الجثة هذه ميتة في المزرعة وصاحب المزرعة ما يدري عنها. فبعد ما حققوا مع مالك المزرعة الأول قال لهم والله علمكم أنا ما أدري صراحة إلا توي منكم. المهم يا جماعة طلعوا الجثة، لكن للأسف ما عرفوا هوية الشخص هذا. ملامحه رايحة